6 الوالد تاجر أقطام وكان كله عارف، الوالدة ربة منزل، الاثنين توفاهم الله ربنا يرحمه. الله يرحمه. اخواتي كلنا قاعدين في زفت، يعني لنا طبعا املاكنا هناك وبيوتنا هناك موجودين. اتخرجت من كلية الشرطة 73 من ضمن العشر الأوائل، درست يعني من ضمن العشر الأوائل. اشتغلت طبعا في القاهرة كل مدة خدمتي، يمكن حوالي 34 سنة في القاهرة، لغاية لما وصلت نائب مدير أمن القطاع، من ضمنهم فترة في المرافق والمرور، يعني احتكاك بالمحليات حوالي 12 سنة أو 14 سنة تقريبا ما بين الاثنين. بعد كده طلعت مدير أمن كفر الشيخ، والحقيقة كانت فترة جميلة، وعصرت هناك محافظين ممتازين، من ضمنهم أحمد بيه زكي عابدين، يعني لحقته كام شهر كده. ملوش حل يعني، كانت فترة كانت بعد الواقعة بتاع لما اتشال فيها مدير الامن والحاكم دار ورئيس المباحث، والحمد لله يعني خلصناه يعني كانت فترة جميلة يعني. وبعد كده مدير امن القليوبية قرابة ال3 سنين، فمساعد الوزير لوسط الصعيد، واسند لي شمال الصعيد معاه، فمحافظة الغربية. طول عمري طبعا يعني بعتبر نفسي مش رجل امن، انا بعتبر نفسي رجل سياسة. يمكن اللي يسأل حتى فترة القاهرة كلها يسأل ان يقول احتكاكي دايما مع المحافظين والشغل، يعني بحب دايما الشغل الميداني والشغل حتى انا مدير امن كنت انزل اعدل في المرور، اعدل في بتاع من واقع مقترحات المواطن نفسه، لان انا دايما بحب انزل الشارع على طول، بجانب ان مكتبي مفتوح. وانا فوجئت ان انتوا كلكم سالتوا وكده، مكتبي مفتوح للمواطن قبل الاعلام، قبل اي حد، عشان تبقوا عارفين. يعني دي طريقتي، ان المواطن طالما وصل لمكتبي وانا مدير امن يبقى هو محتاجني خلاص، يبقى اللي قبل مني محدش عمل له حاجه، وبالتالي ما يحجبش ان انا اقابله، ما ينفعش ان انا اقابلوش. وكذلك هنا وانا اديت تعليمات من اول ما جيت ان المكتب مفتوح، اي مواطن يجي يقابلني، ما يقابلنيش ليه؟ ده دور انا جاي لخدمه المواطن. يعني حتى لقيت بعض التجمعات قابلتهم وحليت المشكله بتاعتهم. هو ده دوري كده، انما ههرب من المواجهه يبقى ما ينفعش الفتره دي كمان، لابد الفتره دي كمان من المواجهه. فاتمنى ان انا طبعا يوميا مرور ميداني، وعلى كل المدن ومراكز المحافظه والقرى، اخش قرى. انا دايما بحب اعلن ان انا رايح بكره كاس، مش عشان حاجه، يعني انا بحب اعلن لان رئيس مجلس المدينه ورئيس المجلس القروي هيبدا ينظف ويوضب، وانا عايز دي هيستفيد بالمواطن. وبعدين بعديها مش هينظف، انا هروح له تاني، انا هروح له باستمرار في متابعات يعني على طول. وبعدين في مكتب بنشيو دلوقتي للمتابعه، ده معايا على طول عشان يتابع كل القرارات اللي بنتخذها على الطبيعي يعني. فالشغل الميداني هو الالتحام مع المواطن، هو ده اللي بيديك الرؤيه، وده اللي بيحطك في المشاكل اللي بيعيشها المواطن عشان تقدر توجد حل. الحل اقدر اوجده في ضوء طبعا الامكانيات والميزانيه اللي موجوده بصفه فوريه، بعمله بصفه فوريه. اللي هيحتاج ان انا اجيب له ميزانيه من الوزاره بتاعنا، في تواصل مع جميع الساده الوزراء، وهم الحقيقه ما بيتاخروش يعني ضمنهم برضه العشوائيات في خطه بتتوضع هناك، لازم هنطلب برضه لنا نصيب منها مبلغ كويس عشان نواجه بيه العشوائيات اللي عندنا. فانا عايز اطمنكم ان كل مشاكل الغربيه ان شاء الله باذن الله اللي هنشوفها في الطبيعه او اللي انتوا هتنقلها لنا، لان انتوا طبعا تواصلكم مع الناس هيبقى اكتر مني، لان انتوا منتشرين طبعا في جميع مراكز ومدن المحافظه، بجانب الناس دلوقتي بتميل للالتقاء بالاعلام او نقل الشكوى للاعلام، نقل الشكوى لما تنقلها لي بتبقى اوقع وكده. ان شاء الله
ننشئ لكم مكتب هنا للاعلاميين ويبقى في تواصل مستمر. الايميل هنعمله لك طبعا عشان تعلميني طبعا اخش ازاي على الفيسبوك والتويتر ده والحاجات اللي انا ما اعرفهاش طبعا. طب يا ريت والله يكون في صفحه على الفيسبوك لمحافظه الغربيه التواصل مع تعرض فيها زي رئيس الوزراء او الصفحه الرئيسيه بتاعت صفحه على الفيسبوك لمحافظه الغربيه التواصل مع الناس. برضه ظريف. نعمل لك تكون النهارده ونبعته لك الايميل لا صح. احنا ممكن نعمل حضرتك احنا قاعدين حالا يعني صفحه على الفيسبوك لمحافظه الغربيه للثقه مع المواطنين ونحدد لها اعملها انا يوم اللي حضرتك تتلقى فيه شكاوى المواطنين على الفيسبوك. لا شكاوى المواطنين دي هتبقى يوميا او عدد يعني انا الإجازات هلتقي يوميا الصبح. بس هو ده طبعا زي ما قلت لكم هناك في المحله المبدأ العام العدالة والمساواة والقانون وعدم الاستثناء. لا ده ما فيش بيظهر عشان لو بدأنا نستثني حد مش هينفع في الظروف اللي احنا فيها مش هينفع. فكله هيبقى قدام القانون سواء وهيبقى عدالة ومساواة يوميا. ده لسه انا اتفق مع مدير خدمة المواطنين ان هو يوميا هلتقي بحوالي من 30 ل 40 مواطن. شكاوي يجي لي الصبح. لا يجي لي الصبح من 9 لا حسب اللي يجي بالدور. لا كان في الماضي كانت بتكثر المشاكل ويتم لا اللي هيجي في الدور اللي هيجي المحافظه يقدم شكوى بالدور اول 30 واحد هاخدهم يومي. اللي جه بعديها هنيده يجي بكره. هيبقى من 9 ل 10 و 9 ل 10 ونص هلتقي بالمواطنين وبعد كده هطلع الجولات الميدانيه. اللي عايز بقى يمضي ورقه واللي عايز يمضي شكاوى اللي عايز يعمل كل ده بالليل. اشتغلوا بالليل. الحاجات بتشتغل بالليل خلاص بقى كبدة تشتغل طبعا بالليل. هم كانوا بطلوا تعودت. هم ما بيروحوش اصلا. ما فيش مروح. امبارح طبعا ميعادهم معانا ل 3 الصبح. وقالوا لي اجازه قلت لهم ماشي. ده العادي ده اللي متعودين عليه. كلنا 8 طبعا. يعني الا بقى اذا كان في ظروف طبعا اجتماع في القاهره في اي حاجه بتاع يبقى. انما يومين ان شاء الله يبقى في لقاء مع المواطنين اول باول يومين الصبح قبل الجولات الميدانيه وبالليل هيبقى الشغل المكتبي بقى الورق الكلام ده. بالنسبه لليومين بتوع المحله قائمين عادي ولا كده؟ ان شاء الله. اشمعنى المحله ليه مش بس هنعمل الاول لازم نمر. انا قلت لهم النهارده مش من الاول هنمر على المراكز كلها الاول كلها وبعدين هو المحله كان لها ظروف خاصه. لا كله هنروح كله. احنا عندنا 8 مدن لو قلت 8 مدن شاركوا في الاحداث. انا ممكن انا المحله ممكن تبقى مع سمنوت في يوم واحد مفيش مشكله. دي ودي قفزات ما حدش بيروح. انا فوجئت ما حدش بيروحها برضه ولا بسيون يعني احنا كله ان شاء الله. عندنا من المدن الواقعه قوي طنطا وبسيون الحقيقه الثلاث مدن دول واقعين بالفعل. كفر الزيات هو بسيون جاب لهم رئيس مجلس مدينه كويس ان شاء الله يعني غير في بعض المناطق برضه في طنطا نفسها في طنطا ما بيروحهاش خالص زي مناطق العشوائيه زي مناطق اللي هي العجيز والسجر الحديديه. انا بحب اروح الحتت التعبانه بس انا من وراهم انا هنقول لحضرتك على اماكن التعبانه بالعكس احنا قاعدين فيها على طول احنا موجودين فيها قالوا لي عليها برضه والله حضرتك. وطبعا بص طبعا يعني انا حتى يمكن اتكلمت مع رئيس هيئة مياه الشرب والصرف الصحي على اساس ان برضه نبص للقرى للصرف الصحي لان مشكلة الصرف الصحي في القرى مش على مستوى الغربية بس على مستوى الجمهورية يعني مشكلة عويصة. يمكن المية خلاص يمكن على وشك قراء العدادات كله اللي عاملين مشكله لمصر حاليا قراء العدادات بتوع الميه. بنتكلم على توفير المياه هم اللي عاملين مشكله للمواطنين دلوقتي بالتوفير العالي دلوقتي. بعدين الامن يا ريس يعني حضرتك عايزين نتشد يا باشا. انا قعدت مع مدير الامن وقعدت مع المستشار العسكري والحاكم العسكري اللي جاي تبع المنطقه الشماليه واتكلمنا في هذا الموضوع. واحنا يمكن بدأنا برضو نواجه التعديات على الأراضي الزراعية. طبعا الأراضي الزراعية تهمنا كلنا لأن دي اللي بتوفر لنا
الغذاء، والا مش هنلاقي ناكل يعني. وبدأنا نشتغل فيها، والاشغالات بنحصرها حاليا. رئيس مجلس المدينة انا اديت رؤساء مجالس المدن توجيه ان هم بيحصروا الاشغالات، خاصة اللي تمت بعد الثورة في فترة الانفلات دي، وهنبدأ نتعامل معاها تدريجي ولو يعني بشيء تنظيمي، بحيث ان احنا بحيث زي ما بتقولوا لا ضرر ولا ضرار. معالي الرئيس بعد اذن حضرتك يبقى بعيد عن يعني التعديات اللي بيتم ازالتها تتقفل ترزاها بعد اذن حضرتك يا معالي الرئيس، يعني التعديات اللي بيتم ازالتها يجب ان تعاد زراعتها، لكن هي دلوقتي بتتردم وبيعاد تاني بنائها مره اخرى. يعني الحمله بتمشي من هنا ويرجعوا يبنوا حضرتك يعني يجب ان تتم الازاله واعاده الزراعه مره اخرى. كده زراعتها ده هشوفها مع وكيل وزاره الزراعه، لان انا سمعت ان تقريبا الارض ما بترجعش تاني، مش عارف ايه يتشال منها الرسم اللي اتعمل فيها، لكن كده يبقى احنا كده ما عملناش حاجه يا ريس، ما تم تبويبها بقى، يبقى سيبوا يفتح. معلم يزيد بعد اذن حضرتك. يا اما بيدور على على اجتماع تاني يعني اسر هي بتدور على سقف، لان حضرتك مشكله الايجارات في حاجه مريحه مرتفعه الموضوع ده فبعد حضرتك لما تزيد حضرتك وقعت محدش يعني يتكلم فيها او يعني هو خلق صحيح، ولكن انا مش هديك حاجه لان استحاله تروحها كارض زراعيه. انا سالت في الزراعه انا هسال فيها دي الاول، ما بترجعش لان هو حصل يعني التعديات الجديده. احنا بدانا بس في المواجهه على اساس نوقف انا بقول لكم ان انتوا يعني لابد ان انتوا تناشدوا معانا المواطنين ان هم يشوفوا كفايه كده، يعني كفايه تعدي على الاراضي الزراعيه، وخاصه زي ما بنقول الغربيه ضيقه والاراضي الزراعيه فيها محدوده، ومفيش لا ظهير صحراوي ولا في اراضي حتى توسعات. يعني انا عمال ادور من امبارح على اراضي عشان اوفر خطه اسكان تغطي المحافظه في اطار الخطه القوميه للحكومه للدوله. يعني عمال ادور على اراضي ابني عليها مساكن، يعني مش لاقي. في اراضي لو دي مشكله، لو مشكله برضه هتيجي تبيع على الغالي، هذا كان معنا وبالتالي الشقه دي غاليه على المواطنين. احنا عموما حصلنا عدد كويس، وان شاء الله هنكمل الاراضي، ويعني حصلنا كميات من الاراضي في كل المراكز ان شاء الله. حضرتك برضه بالنسبه للمراحل السنيه بتاع مشروعات المتاثره لا استنوا نادي يعني احنا ما حبيناش نتكلم عن المشاكل اللي هي فعلا موجوده في المحافظه، على اعتبار ان حضرتك انا عارف ان حضرتك قبل ما تيجي عد ليك اكتر من 15 ملف، منهم النقل الداخلي والنظافه. ملفات كتيره. يعني حضرتك احنا بنتكلم في الحاجات اللي هي ما تضمنتهاش الملفات دي، زي الاشغالات، زي الامن، زي التعديات. حضرتك احنا يعني هي اسبوع الامن يمكن الحمد لله برضو رجع شويه، وهنضغط ان احنا نرجعه اكتر. احنا متاكدين ان اسبوع بس حضرتك هتستوعب كل المشاكل وهتحلها، وربنا يوفق الرئيس. شكرا لحضرتك جدا، شكرا لحضرتك اهم حاجه ان شاء الله باذن الله. شكرا لحضرتك وربنا يوفقك. مفيش حد اللي يحجب عنده. طب الميعاد الثاني امتى يا فندم؟ الميعاد الدوري ما تحددناش برضه، الميعاد لا هنحدده ونقول لكم عليه، اللي عايزين تحددوه انتوا حددوه. بنخليه يعني الاسبوع الاول من كل شهر. تمام الاسبوع الاول من كل شهر. شكرا. الاسبوع الجاي سعادتك يعني الاسبوع الجاي سعادتك